امتى مكمل الكرياتين ما يكونش ليه اي لازمه؟ بص يا معلم، لو انت زي معظم المصريين تصحى الصبح تفطر نص كيلو لحمه ولا حاجه، على الغدا نص كيلو زيهم لكيلو مثلا، على العشاء حاجه خفيفه قبل النوم نص فرخه كيلو سمك، فانت كده مبروك، انت خدت احتياجك وزياده من الكرياتين. وهنا اقدر اقول لك انت مش محتاج كرياتين. انما في الحقيقه للاسف مفيش حد بيقدر يعمل كده الا بقى لو انت مصاص دماء واكل لحوم بشر. فعشان كده مكمل الكرياتين لابد منه، لان انت مهما حاولت تدخل احتياجك من الاكل الطبيعي صعب جدا توصل لاحتياجك. فهنا يجي دور مكمل كرياتين، جرعه واحده سعرها رخيص بتمدك باحتياجك من الكرياتين، تدي لك طاقه سريعه، تدي لك اوزان اعلى، وتحصل على الفورمه المنشوده. لذلك صعب تلاقي حد بيتمرن اي رياضه ومستغني عن مكمل كرياتين، لان ببساطه مش هيقدر يدخله من مصادر طبيعيه. وعشان كده برضو مكمل الكرياتين هو الاكثر مبيعا حول العالم. قول لي رايك انت بقى، تفضل تاخد احتياجك من سكوب كرياتين ولا تاكل كل يوم كيلو لحمه؟ مستني رايك في الكومنتات. سلام.